يلا يا موري يا مرموري، يلا لالا، يلا الفطار اللي طلبته مني اهو. ابوسكو. يا سلام 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 يا سلام. صباح الورد، صباح الفل، صباح الورد، صباح الخير، صباح الفل، صباح الهنا، صباح السعادة على السكر الزيادة. مالك يا لولو، مالك يا لولو، مالك يا لولو. ماشي، جهزت لهم فطار ملوكي اهو. هم انا بعمل لي حاجه اشربها، بقالي كام يوم ما بعرفش افطر للاسف. عموري طالب مني بطاطس محمره، عملت له بطاطس بس ايه طالعه كريسبي خطيره، يعني مش هيجرى حاجه لو دقت واحده اكيد وهي غرقانه في التوابل كده. ايه يا توته؟ ماشي يا توته. عموره هاكلها كلها. انا هاكلها كلها. انا خلاص يا لولو. ماشي ماشي يا لولو. سخنه بتمسحي في هدومك ده زيت. ما تقومي يا عمر، الاكل اللي طلبته اهو، قوم يلا. مساء يوم جديد. والله يا جماعه انا بقالي كام يوم بجد ما عنديش الطاقه حتى ان انا افتح كاميرا واتكلم معاكم او اوصف لكم يومي ماشي ازاي. بجتهد وبحاول وبعمل اللي عليا عشان اقدم افضل ما عندي ليهم، بس تحسوا ان العيال مش حاسين بينا اصلا، يعني هما مش مستوعبين غالبا، او لسه سنهم برضو صغير فمش فاهمين، معرفش. المهم يا اختي تعالي شاركيني كده يومي بيمشي ازاي، او ايه المهم اللي انا بعمله في يومي. طبعا انا بعمل حاجات كتير قوي مهمه والله، واي حد هيتفه منها يبقى بني ادم مش طبيعي، دي حاجه بديهيه. ف عايزه اقول لك بقى ايه لاي كلام. وقبل ما نبدا مع بعض عايزاكي تصلي على الحبيب في التعليقات عشان كلنا ناخد حسنات، وتحطي لايكات كتير للفيديو، وتعملي شير في كل مكان، ولو انت جديده تشتركي في القناه وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك ان شاء الله اشعار مني بكل فيديو جديد هقدمه معاكي الفتره الجايه. فنصلي بينا على النبي ونقوله بسم الله ونتوكل على الله ونبدا. طبعا دي اخر حاجه موجوده عندي من السمنه البلدي، ماشي، اللي كنت عاملاها معاكم امتى يا ربي؟ رمضان اللي قبل اللي فات. انتوا متخيلين بقالنا قد ايه؟ طبعا الصفرة دي احنا بنشتريها من بره، انا بعمل البيضة في البيت، انا اللي بعملها من اولها لاخرها في البيت. فان شاء الله ربنا يكرم كده باذن واحد احد ونجدد شوية صغنطتين، مش هيبقوا كمية كبيرة زي كل مرة بس على القد بقى. المهم نقوله بسم الله. انا سيحتها كده، بصوا اخر شويه دول اللي فيهم حبه المرطه اللي في الاخر. السمنه الصفرا دي ما بتطلعش مرطه كتير على فكره. المهم ان انا سيحتها على بخار الكتل، كنت بغلي ميه عشان محتاجاها، فحاولت ان انا اسيحها لان مش عارفه البرطمان ده هينفع ان انا ادخله الميكرويف ولا لا، وخايفه بصراحه ما اكذبش عليكم، يعني مقلقه احطه عشان مش عارفه هعمل ايه. وخلاص يعني كلها شويه وما عدا الوجبه الاساسيه بتاعه الاولاد المفروض يعني ان انا اقدمها لهم وكده. فنقول بسم الله ونشغل بقى النار. الحله بدات تطقطق من كتر ما هي سخنت. هننزل بقى كده بالرز. انا هعمله رز ابيض. كنت بتكلم معاكم في الفيديو اللي فات على موضوع الرز ان هو مش بيستوي معايا بسهوله، وان كل مره بعمله بيطلع يا اما ني يا اما مش متظبط يعني، او بيقطم زياده عن اللزوم. ففي حد بيقول لي اقل حاجه تنقعيه نص ساعه. نص ساعه ازاي؟ ده كده يعجب مني، ولا انتوا رايكم ايه؟ انا مش عارفه بصراحه. يعني انا بغسله اللي هو كام دقيقه كده تحت الميه الجاريه لغايه اما لونه بس يبقى فاتح معايا زي ما احنا متعودين وخلاص. لكن اللي بيتنقع ده غالبا بيبقى الرز البسمتي اللي هو الرز الاصفر او الابيض الحبه الطويله. احط عليه شويه ملح وابدا بقى ايه اشوحه. نشوحه كويس قوي لغايه اما كل حبايه تتغلف بالماده الدهنيه دي عشان يطلع معانا مفلفل وحلو. نعم يا لولو. بايه؟ بالمكعبات. العبوا مع بعض، العبوا مع بعض حلو. وابعدي عن هنا عشان عصايه المقشه اتكسرت بسببك، ابعدي لو سمحت. سيبيها بقى، سيبيها وامشي يلا. اهدي شويه بقى يا تيا هاني.
يلا اطلعي بره بقى واقفلي التلاجة. ده مش دولاب يا حبيبتي، دي تلاجة يا ماما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب اهديهم يا رب، اهديهم يا رب، اهديهم عليا يا رب، ويحسوا بيا وبتعبي يا رب. لا اله الا الله. طبعا عليت النار عشان الحله، بصوا الحله بتطقطق من السخونيه دي او الجرانيت دي بالذات، ان هي كده سخنه معايا تفضل تطقطق كده على النار. بسم الله. كفايه كده، كفايه كده، نقول بسم الله. اول ما يتشرب بقى هحط له الشياطه وهدي عليه النار. اديني حطيت الله ما شاء الله. الرز طلع مستوي المره دي غالبا عشان زودت الميه، والحمد لله اكلتهم يعني، غرفت كمان وعشتهم. والعشاء اذنت، المفروض ان انا اروح اتوضى واصلي العشاء. الحمد لله ربنا انعم عليا وصليت العشاء. بصوا بقى انا عملت ايه. انا فضيت بقيه الرز هنا، حطيته في العلبه كده زي ما انتم شايفين، وهسيبها كده يعني مواربه عشان تفرغ كل البخار اللي فيها، او يعني هو لسه دافي بصراحه، مش سخن قوي بس دافي، بس العلبه بخرت زي ما انتم شايفين عشان ما نسوهوش بس يكون متعري او حاجه. هنا بقى غسلت الحله ورفعتها على النار. ايوه عموري بيقول لكم. غسلت الحله كويس وحطها بتنشف اهو. ونبدا يا اخواتي في الموفي نايت اللي على بدر ده، يمكن ربنا يهديهم عليا شويه. احط كده مكعب الزبده ده، بسم الله. بس حلوين قوي كده النار. هحط شويه من الفشار، بسم الله. شويه قوي كده. احط شويه ملح، بس كل مره بحط البابريكا بدري فانا هتاخر فيها شويه. بعد ما شوحت الفشار كويس مع السمنه والزبده، هحط بقى شويه بابريكا كده وهفضل اقلب فيه. هفضل بقى اقلب لغايه اما يبدا يفشر واقوم مغطيه عليه. خلاص كده هقفل عليه النار بقى. ده كده بيقع منه كمان كام واحده. موفي نايت ولا مش موفي نايت يا اخواتي؟ بس موفي نايت صحي، ايه رايكم؟ جهزت كده طبق فواكه اللي متوفر عندي، حطيت كده منه في طبق مشكل. طبعا ده هيبقى التوب بتاعي انا ماشي، عشان القولون بيتنفخ من الفشار قوي، وشويه الفشار دول بتواني. وزي ما انتم شايفين حطيت للاولاد في اكياس كده. يلا كل واحد ياخد واحد. اتفضل اتفضلي يا توته، كله قد بعضه يا لينا. اتفضلي يا لولو. بصي هحط لك شويه كمان، هحط لك شويه كمان من بتوعي. وانا ده ولا لا يعني مش فاهمه. طب قومي يلا من الارض. وانا ده محتاره اسيبه بره الفريزر ولا يعني اركبه مكانه ولا اعمل ايه. بس انا قررت ان ايه، كل درج هيفضى كده همسكه اغسله لوحده، وبعدين في الاخر خالص ابقى افضي كل الادراج لما تبقى فاضيه يعني ان شاء الله، واقوم ايه غسله الجناب بتاعه الديب فريزر من الجنب كده. احنا عندنا اول درج فدي والله المستعان. عاوزه اقول لكم حاجه عشان بس محدش كمان يفهمني غلط. الرجاله بطبعها بيكون عندي، يعني لو انت جيتي في يوم تعبانه ومش قادره ان انت تعملي اكل وكده، ومستصعبه وقفه المطبخ عليكي مع العيال، مع يعني مثلا مع الدوشه والتعب اللي انت فيه طول اليوم، لا هم بقى يتضايقوا. انت ليه ما عملتيش اكل؟ كنت فين؟ مالهمش بقى علاقه. تعالي بقى انت كده في يوم تبقي مجهزه فيه اكل وعامله الاكله اللي هو بيحبها وواقفه وتعبه نفسك وظهرك اتقطم واقفه كذا ساعه في المطبخ، عادي سهل جدا ممكن ياكل بره مع اصحابه. اه والله يا جماعه ده فعليا اللي بيحصل. لو انا كذابه انتوا كذبوني طبعا، الا من رحم ربي، في ناس كتير لا، بس ده الاغلبيه يعني، ده اللي بيبقى بيحصل في الطبيعي. انت لو قلتي مش قادره اعمل تبقي وحشه، انما لو عملتي عادي، هم لو مش هيجوا ياكلوا في البيت وياكلوا بره.
فهمتوا الفكره هنا فين؟ يعني المهم ان انت ايه، ما تبقيش مقصره، انت لو قصرتي تبقي وحشه. فهمنا كده؟ فالله المستعان، ربنا يا رب يقوينا جميعا. وبس والله يا اخواتي، ده كان يومي النهارده. لو بتحبوا فيديوهات الروتين هتعملوا ايه؟ هتحطوا لايكات كتير وهتعملوا شير في كل مكان. ولو انت جديده هتشتركي في القناه يا ست الكل. زي ما انتوا عارفين انا بحاول اصور لكم المهم في يومي. فادعوا لي، ادعوا لي يا جماعه، عشان الحر مفرهضنا كلنا والله، مخلي الواحد فعلا مش متزن ومش قادر يعمل اي حاجه. ومش حته الكسل، هو مفيش جهد، يعني الواحد مش كسلان، الواحد ما عندوش جهد يعمل حاجه. بس هسيبكم بقى في حفظ الله ورعايته واقول لكم سلام.